ده الحامل المعدن اللي بستخدمه في القلاية الهوائية. دايما بتسألوني جايباه منين. أنا كنت جايباه ضمن مجموعة ملحقات القلاية الهوائية فيليبس اللي بتتباع على أمازون. كنت جايباه من حوالي 3 سنين بعد ما اشتريت الاير فراير على طول. كانت المجموعة حوالي 2700 جنيه، طبعا غالية جدا، بس أنا اشتريتها بعد لما شفت كذا ريفيو عنها كانوا بيقولوا إنها حلوة جدا، بس بصراحة طلعت مقلب كبير، فأنا مش عايزاكم تتخدعوا زيي. مفيش حاجة استفدت منها في المجموعة دي غير الحامل المعدن ده، هتلاقوني بستخدمه كتير. غير كده باقي المجموعة حاجات ملهاش لازمة وخامتها كانت وحشة جدا، خصوصا الحلة والصينية. لكن حاليا بقى بيتباع لوحده أو بيتباع 3 مع بعض بمقاسات مختلفة، موجود على أمازون وموجود برضو على شي ان. لكن لو عايزة بديل أرخص هقولك على حامل بشوفه في محلات الأدوات المنزلية، مفيش فرق كبير بينه وبين اللي عندي. الفرق الوحيد ان ارتفاع رجلين الحامل اللي عندي 2 سنتي، لكن التاني ارتفاع رجليه حوالي سنتي واحد بس، والاتنين نفس المقاس حوالي 19 سنتي. ده الحامل اللي بقولكوا عليه بشوفه في كل محلات الأدوات المنزلية، اسمه حامل سخن وسعره 25 جنيه بس، نفس مقاس الحامل اللي عندي. الاختلاف الوحيد زي ما قلت لكم ان رجليه قصيره شويه، ارتفاعها 1 سنتي بس مش هتفرق كتير. احنا كده كده بنجيبه عشان نعمل دور تاني والاير فراير تاخد كميه اكبر في المره الواحده. لكن لازم تكونوا عارفين ان لو استخدمتي الحامل المعدن ايا كان ده او اللي عندي، مش كل الاكل هيستوى مره واحده وهياخد نفس التسويه في نفس الوقت. الاكل اللي هترصيه فوق الحامل المعدن هيستوى ويخلص الاول، لكن اللي تحت هياخد نص تسويه، يعني هتزودي الوقت شويه عشان يكمل تسويه. حبيت اعرفكم المعلومه دي عشان محدش يفكر ان هيعمل طبقات وكلهم هيستووا في نفس الوقت. وتقدروا تشوفوا ده في الفيديوهات اللي انا استخدمت فيها الحامل المعدن. وعشان كده بقول لكم هاتوا البديل الارخص، عشان لو عجبكم وعرفتوا تستخدموه ممكن ساعتها تجيبوا الغالي. طيب الحامل بتاع الميكرويف ينفع نستخدمه في الاير فراير؟ لا طبعا ما ينفعش خالص، لان بتاع الميكرويف ارتفاعه بيكون عالي، وكمان هتحطي عليه اكل فاكيد هيعدي علامه الماكس اللي مرسومه على جناب الشبكه وهيكون قريب جدا من السخان. لكن لو عندك ارتفاعه 2 أو 3 سم بالكتير زي ده هينفع تستخدميه في الاير فراير.